صباح الفل يا حبوبات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا بجد، بقيتوا بتوحشوني بطريقه غريبه عشان انا عارفه ان انا بقيت اتاخر في الفيديوهات وبقيت بستهبل جدا جدا، بس بجد غصب عني. فيديو النهارده مختلف شويه وهنتكلم فيه كده من قلبنا، وهقول لكم ازاي تتخطوا اي موضوع او اي خيبه امل عديتوا بيها في حياتكم بمنتهى السهوله وبخطوات بسيطه جدا جدا. لايك للفيديو، كومنت الصغنون، اشتراك في القناه لو انت لسه مش مشتركه عندي، ويلا بينا على الفيديو. زي ما كلمتكم كده في اول الفيديو ان النهارده هنتكلم عن ازاي نتخطى اي موضوع او اي خيبه امل حصلت في حياتنا، اي تجربه فاشله ايا كان اللي حصل، بخطوات بسيطه جدا جدا. بجد ان شاء الله ان شاء الله هتساعدكم جدا في ان انتوا تعدوا من اي حاجه وحشه في حياتكم دلوقتي. اول حاجه معانا وهي حاولي ان انتي تقبلي المشاعر الحزن اللي انتي فيها الفتره دي. يعني ازاي هنعمل كده؟ فادي نفسك الاذن ان انتي تحزني، ان انتي تحسي بالالم، ان انتي تحسي بكل حاجه موجوده في الفتره دي بالذات. يعني اتجرحنا من موقف معين، قصه كانت في حياتنا وانتهت، ايا كان صداقه، ايا كان القصه اللي كانت في حياتكم، لازم تحسوا بالالم. ما تقولوش ان انا لا، انا مش هحس بالالم، انا قويه، انا بصوا انا بضحك، انا بقعد في وسط الناس بقعد اضحك، انا مش هحسس نفسي بالحزن ولا بالالم ولا الكلام ده، انا ست جامده جدا. اوعي تعملي الحركه دي، لان دي اول مراحل التعافي، اللي هو احنا لازم نسيب كل حاجه تمشي زي ما هي، نحس بالحزن زي ما هو، نحس بالالم زي ما هو. لان اما بنعمل كده خلاص ان احنا بناخد فترتنا وبناخد وقتنا في الحزن والالم وكل الكلام ده كله، وبعدين بننقل على الخطوه اللي بعديها. يعني التعافي هو ده اول خطوه فيه بمعنى اصح. تاني حاجة وهي خلي عندك رغبة في التخطي. يعني لازم عندك رغبة حقيقية من جواكي كده من اعماقك ان انت عايزة تتخطي الموضوع ده، مش اللي هو لا انا مش هتخطاه، او ان انا لا انا حابة ان انا اعيش فيه. لا، ما تعمليش كده خالص. لازم يبقى عندك من جوه رغبة جامدة جدا جدا ان انا اتخطى الموضوع ده. تتصالحي مع نفسك وتعتبري اللي حصل ده جزء من قصة حياتك. يعني يا جماعة كل حاجة وحشة بتحصل لنا في حياتنا ده زي ايه، قصة فيلم كده، وبيحصل في اول الفيلم حاجة، بيحصل في وسط الفيلم حاجة، في اخر الفيلم حاجة. هنا حاجة تزعل، هنا حاجة تفرح، هنا حاجة تزعل. دي قصة سيناريو الفيلم. هي قصة حياتنا عاملة كده برضو، اللي هو محطات وحاجات بتحصل فيها حلوة ووحشة وفوق وتحت والكلام ده كله. صالحي جدا جدا مع نفسك ومع فكرة ان انت اصلا عايزة تتخطي الموضوع، هيبقى اسهل كتير جدا جدا من ان انت بتبقي عاملة عكس كده. الحاجة اللي بعدها ودي برضو حاجة مهمة جدا جدا وساعدتني انا شخصيا في تخطي مشاكل كتيرة كانت في حياتي او حاجات كبيرة كانت حاصلة لي في حياتي، وهي ان اطلبي الدعم. يعني ايه اطلب الدعم؟ يعني ان انا اشارك ناس بتحبني حواليا في اللي انا فيه. ما تحاوليش انتي تقفلي على نفسك، ما تحاوليش تقولي برضو ان انا سترونج وومن وان انا هحل كل حاجه لوحدي. لا، حاولي ان انتي تدخلي حد قريب منك، مش شرط يبقوا كتير على فكره عشان دماغك ما تبقاش مشوشه. لا، ممكن حد واحد بس هيغنيكي عن كل الناس دي كلها. تكون واحده صاحبه قريبه منك جدا جدا بتثقي فيها وفي رايها وتكون عاقله كده ورزينه، او حد من قرايبك يكون كويس جدا جدا برضه وبتثقي فيه وتكون دماغه حلوه. ماما، بابا، اي حد قريب منك تعرفي تفضفضي معاه وتخرجي كل الحاجات اللي جواكي ويقولك على الصح والغلط. لان احنا مهما كان برضو بتبقى خبرتنا قليله، مش عارفين اللي جاي ده عامل ازاي او اللي حصل لنا ده احنا وقعنا فيه ليه. برضو يعني كل سن وكل عمر احنا بنبقى محتاجين ان احنا ناخد مشورة ناس اكبر مننا عشان هما بيبقوا عارفين اكتر مننا بكتير. حاجة زي المشاركة وان انت تطلبي الدعم من حد يعني موثوق فيه، دي برضو هتساعدك جدا جدا في التخطي من المواضيع الصعبة. الحاجة دي بقى قمر قوي وانا الصراحة بحبها وعايزاكي برضو تتكي عليها قوي قوي، هتفرق جدا في النفسية، وهي ان انت تهتمي بنفسك. احنا ما بنكون نفسيتنا زي الزفت ما بنقدرش حرفيا، انا عارفه وجربت، ما بقدرش اقوم من السرير اصلا، ما عنديش طاقه، ما عنديش شغف ان انا اعمل اي حاجه في الدنيا. لا، حاولي ان انت يعني مش تيجي على نفسك، بس حاولي ان انت تبتدي حتى بحاجات صغننه قوي، اللي هو حطي مانيكير وانت قاعده في البيت، اعملي ميك اب بسيط قوي، او اهتمي ببشرتك يا ستي، حطي سكين كير، حطي حاجات حلوه كده تدي جلوي لبشرتك، ان انت لما تبصي في المرايه تلاقي نفسك شكلك حلو فتبقي مبسوطه وسيتك تبقى مرتاحه. الاهتمام بالنفس دي بجد بتفرق قوي قوي، وان انت بتستعيدي التوازن بتاعك من اول وجديد.
وبرده الاهتمام بالجسم، انا بتكلم على الاهتمام عامه، يعني اللي هو وشك، شعرك، ما تسيبيش نفسك قاعده منكوشه كده وشبه امنا الغوله، لا حاولي ان انت معلش واحده واحده كده، حتى قومي سرحي شعرك، زي ما قلت لك حطي ميك اب حاجه بسيطه، دهني لوشن على جسمك ورش برفيوم كده انت بتحبيه. النقطه دي هتفرق جدا جدا واتكوا عليها. النقطه دي برده قمر قوي والصراحه ساعدتني جدا جدا انا برده اتخطى مواضيع مقرفه جدا وبصوا حاجه هباب كده في حياتي، وهي ان انت تحطي اهداف. انا عندي نوت كده هوريها لكم، النوت دي عندي كده من فتره قريبه، ابتديت ان انا قبل ما انام بالليل بمسكها وبكتب فيها الاهداف بتاعه تاني يوم، اللي هو مثلا هصحى الصبح هصلي اول حاجه، هفطر فطار كويس، هشرب ميه كتير على مدار اليوم، مثلا هقعد في البلكونه اشرب الشاي بلبن بتاعي عشان بحب قوي الفقره دي، بعدين مثلا هخش اعمل حاجه في المطبخ بسيطه وهدي لنفسي بريك علشان انا محتاجه بريك، حاجات كده فاهمين؟ يعني هنكتب اهدافنا، ابتديها باللي هي اليوميات، زي ما انا بقول لكم موضوع الايه اليوم باليوم ده، اعملي كده كل يوم بالليل قبل ما تنامي، ان انت تحددي هدف تاني يوم هتعملي فيه ايه بالظبط، يومك هيبقى منظم وهتحسي اكتر بالاستقرار كده وبالهدوء، وان انت اخر اليوم هتمسكي النوت وتعلمي كده صح قدام كل حاجه انت خلصتيها وانجزتيها. مش قادره اقول لكم الموضوع ده برده بيفرق ازاي في النفسيه، وبجد اسالوني انا مجربه الحاجات دي. برضو ممكن نحدد اهداف كبيره اللي هي اهداف مثلا السنه، انا نفسي السنه دي احقق 1 2 3، نفسي مثلا ان انا هتكلم عن نفسي، انا نفسي مثلا اتقدم في موضوع التصوير، وان انا اتعلم اكتر، وان انا اصور فيديوهات اكتر وتكون مفيده اكتر وتفيد البنوتات اكتر، ان انا مثلا نفسي اسافر مكان جديد، نفسي احوش واجيب حاجه كان نفسي فيها. دي الاهداف اللي هي اكبر شويه من اهداف اليوم اللي كلمتكم عنها. نبتدي بالاهداف اليوميه الصغنونه وبعدين نكبر واحده واحده. يعني طبعا اللي بعدها وهي عيشي اللحظه اللي انت فيها او عيشي الحاضر اللي انت فيه واستمتعي فيه على قد ما تقدري، زي ما بنقول كده بالبلدي اليوم اللي بيعدي مش بيرجع تاني من عمرنا، فلازم تستمتعي بيه على قد ما تقدري. انزلي تمشي هاتيلك حاجه حلوه وارجعي، ابسط حاجه هي يا ستي، مش بقولك سافري او ان انت روحي شوفي اصحابك واقعدي معاهم في مكان، لا انزلي تمشي وارجعي هاتيلك حاجه برضو تبسطك وانتي راجعه. بلاش تدوا المواضيع اكبر من حجمها، وان انتوا تبقوا خايفين قوي ومرعوبين من المستقبل، ايه اللي هيحصل في المستقبل، وان انتوا برضو تقعدوا تعيطوا وتندبوا على الماضي واللي حصل في الماضي واللي مش عارف ايه في الماضي. الكلام ده ما بياكلش عيش، اسالوني انا. لازم انت تمسكي ايدك كده وتقومي نفسك من اللي انت فيه، لان انت رقم واحد، انت المسؤوله عن نفسك وانت المسؤوله عن سعاده نفسك. اخر حاجه دي بقى وانا سايباها للاخر كده عشان اكلمكم فيها برضو، وهي اطلبي الدعم النفسي من حد استشاري نفسي او دكتور، يعني زي ما بنقول كده دكتور نفسي يعني. بس في دلوقتي استشاريين مثلا، مش لازم دكتور نفساني وتقعدي على الشيزلونج وتدفعي دم قلبك عشان تروحي تفضفضي معاه بكلمتين لما ممكن تعملي كده مع صاحبتك اصلا. شاريين صغننين كده لزاز، برضو يعني ممكن ارشح لكم ناس لو عايزين في الكومنت، لو عايزين ناس ثقه بجد بجد وعلى ضمانتي 100%. برضو الاستشاري او الطبيب النفسي هيساعدك جدا جدا في تخطي الموضوع اللي انت فيه، فهمك اكتر يعني نفسك دي تتعاملي معاها ازاي، او ان انت تفكري وتخططي للي جاي ازاي. ساعات كتير ما بنبقاش احنا عارفين نعمل كل الحاجات دي لوحدنا، انا ممكن اكون بتكلم كده وتحسين ان انا بتكلم بلا مبالاه واللي هو قومي اعملي وقومي سوي بمنتهى السهوله، لا انا عديت بكل اللي بكلمكم فيه دوت، وبفكر اعمل كتاب حياتي يا عين من كتر الحاجات اللي يعني الحمد لله والشكر لله مريت بيها. بجد لو حكيتها لكم انتوا مش هتصدقوا الافلام الهندي اللي انا عشتها في حياتي، بس بجد بجد والله النقط اللي انا كلمتكم فيها في الفيديو دي انا مريت بيها واحده واحده وتفصيله تفصيله، وقد ايه بجد الكلام ده كله مهم لو اتبعتيه. اخر حاجه في الفيديو دي سبتها للاخر عشان نحلي بيها كده لانها الصراحه بونبونايه يعني، ودي بقى عن تجربه شخصيه جدا جدا، كل اللي فات حقيقي حقيقي والله جربته، بس دي حاسه ان هي فرقت معايا جدا جدا جدا، ودي ما كنتش محضره لها زي ما محضره الباقي بورقه وقلم كده عشان ما انساش، الا وهي ان ذكر ربنا يا جماعه والله 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 مليون مره مش مره واحده بس، هيفرق معاكي جدا جدا في تخطي اي حاجه وحشه في حياتك، في نفسيتك هتبقى من هنا لهنا. ده حرفيا بيحصل، ان انت خلي عندك يوميا كده ورد ان انت تسبحي ربنا كتير، استغفري كتير جدا جدا، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، صلوا على سيدنا محمد كتير جدا جدا. اوصيكم بالاستغفار وبالصلاه على النبي، دول خلوهم في الطب كده عندكم،
طول ما انتوا بتتمشوا في الشقه، طول ما انتوا بتعملوا اكل في المطبخ، طول ما انتوا ماشيين في الشارع رايحين مشوار طويل، اعملوا كده واستمروا على الموضوع ده فتره كده، وهتشوفوا نتائج. والله والله يا جماعه انتوا مش متخيلين انتوا ازاي هتبقوا نفسيا يعني 180 درجة هتختلفوا. اكتر حاجة ساعدتني في ان انا اتخطى مواضيع صعبة جدا جدا في حياتي ان انا اقرب من ربنا، وان انا اذكر ربنا كتير جدا جدا. بس كده، دي كانت اخر وصية النهاردة في الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. مستنية رأيكم في الكومنتات، قولي برضو في الكومنتات لو عندكم اي افكار جديدة للفيديوهات. وبجد بجد هتوحشوني الفيديو اللي جاي. لايك الفيديو، كومنت صغنون، واشتراك في القناة لو انت لسه مش مشتركة عندي. اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.